السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش عشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. النهاردة حلقتنا إن شاء الله معايا أخويا طبعا الكابتن حسام عبادي الزملكاوي، طبعا اللي حضراتكم كلكم عارفينه. هنتكلم النهاردة عن أخبار نادي الأهلي وأخبار نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا. نادي الزمالك لعب مباريتين في دوري الأبطال. المباراة الأولى هزم من شباب بلوزداد 1-0 في القاهرة. المباراة الثانية اتعادل مع المريخ السوداني في مباراة في ليبيا، بقى أصبح عنده نقطة. النادي الأهلي طبعا كان متأجل له عشان كأس العالم للأندية، لعب مباراة واحدة مع الهلال السوداني في أم درمان وخسر 1-0. نتكلم الأول على نادي الزمالك سريعا. السلام عليكم، ازيك يا استاذ اشرف؟ أهلا وسهلا. ازاي المشاهدين كلهم؟ تحياتنا للجميع. نادي الزمالك بدأ المباراة مع المريخ السوداني رتم أسوأ مما أي حد يتخيله. مش هو ده يا استاذ اشرف الرتم اللي ممكن نتوقع ان الزمالك ممكن يحصل على البطولة. فريق هشة هجوميا، الموضوع قليل جدا. انا بستغرب بصراحة في ايه في نادي الزمالك احنا محتاجينه. اسهل ماتش ممكن تتخيله ان انا كنت ممكن اروح اخطف الثلاثة بونت من المريخ السوداني عشان اكمل لو انا عايز احصد البطولة، ولكن صفر. خصوصا بعد ما الترجي كسب شباب بلوزداد في الجزائر. الترجي بقى عنده 6 نقط وشباب بلوزداد 3 نقط. انا اتفرجت على الماتش ده يا استاذ اشرف. فرقه تقيله جدا الترجي، فرقه بلوزداد فرقه تقيله جدا. ماتش ند خد وهات، هجمه رايحه جايه، الفرقتين تقال. انا في تصوري لما تيجي تكلمني ككوره وكاداء بلوزداد والترجي. انا من الاداء اللي انا شفته امبارح للترجي وشباب بلوزداد، اعتقد ان صعب ان النادي الزمالك يكسب الترجي في تونس وشباب بلوزداد في الجزائر. لو الزمالك محتاج ان هو يكمل يكسب الترجي هناك صعب. انا شايف الموضوع صعب. على رتم الزمالك انا شايف ان هو صعب. خصوصا الترجي عايز ياكد اعتلاءه للقمه في البطوله، واعتقد انه هيبقى محتاج المكسب عشان يخلص الموضوع عشان من بدري. يريح دماغه. عشان يريح دماغه. الترجي مش هيسيب الماتش كده بسهوله للزمالك. الترجي عايز الثلاثه بونت بتوع الزمالك، يقول لك انا حصدت في الدور الاولاني 9 بونت، مش هيفرق معايا الدور الثاني. بس عشان نبقى صراحه بقى، طالما احنا بنتكلم على نادي الزمالك، كنا بنتكلم في الايام السابقه ان مشكله نادي الزمالك في الاداره والمدرب. بالظبط. النهارده المدرب بيلعب بالتشكيل اعتقد اللي بتقول عليه الاداره واللي بيقول عليه الجماهير، اللي هو يعتبر شبه ما الامثل. بس برضه يا استاذ اشرف انت ناقص لك حاجه. انا عشان ارجع للطريقه الامثل اللي انا كنت بلعب بيها، الموضوع محتاج وقت عشان اني انا اوصل للريتم العالي اللي فنشت بيه الدوري الموسم اللي فات. ومحتاج كواليتي برضه. خلي بالك طبعا. اللعيبه اللي لعبت ديت الصغيره لما كانت بتلعب الموسم اللي فات ما كانش حد عارفها. دلوقتي بقى معروف نادي الزمالك بيلعب ازاي وطريقته بتتلعب ازاي. صح. فبقت كل الفرق بتبقى حافظه نادي الزمالك. بالظبط. عامه تمنياتنا لنادي الزمالك، لسه الاماني ممكن. وارد يا استاذ اشرف. الكرة فيها يا جماعه كل حاجه، الكرة فيها المعجزات. انا ممكن اروح للترجي هناك في تونس اخطف هدف وانام عليه، اخدت ال3 بونت. بس لو انا عندي العزيمه اني انا احصد البطوله واكمل. بس عايز اقول لك نادي الزمالك في حاله تعادله هناك مع الترجي، الموضوع بقى صعب. وشباب بلوزداد كسب المريخ، لان شباب بلوزداد ممكن يحصل ال6 بونت من المريخ السوداني بقى 9 بونت. فلازم نادي الزمالك يعمل نتيجه ايجابيه مع الترجي في تونس. اقل شيء ما خسرش. اعتقد ان ال4 بونت قليلين. يعني لو خد من الترجي هناك نقطه وجي خد من هنا 3 ب4 عن نقطه 5، هيبقى شباب بلوزداد ممكن يبقى 9 لو كسب لو المريخ كسب رايح الماتشين. جاي. صح. والترجي حاليا 6، لو خد منك بونت بقى 7، يبقى انت بعدت خالص. اعتقد ان انت لازم تاخد ال6 بونت. عامة الكرة المستديرة دلوقتي يا استاذ اشرف فيها المعجزات. ما نعرفش ايه اللي مكتوب يوم السبت. نتمنى ان الزمالك يكون فايق واعي للماتش. فرقة الترجي فرقة تقيلة بتلعب بطريقة 4-3-3. خلي بالكم من الهوني يا كابتن اشرف. حمدي الهوني لعيب تقيل قوي، رجله كويسة منتظمة على الجون. الجبهة دي بتاعه نادي الترجي لو اتقفلت الجبهه الشمال وارد جدا ان احنا نمسك الماتش، لان هو ده اللعيب الاخطر اللي انا شايفه في الترجي. عندنا مشكله كابتن حسام بتحصل في الفرقه المصريه كلها،
مع نادي الاهلي، نادي الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الاربع فرق كان يبقى عندهم في 4 ماتشات بره. ما خدنا الاربع فرق 3 تعادلوا، يعني خدنا 3 بونت، والاهلي خسر، خدنا 3 بونت من 12 بونت. الفرق المصريه بتلعب بره بخوف. مشكلتنا يا استاذ اشرف ان الكره المصريه، الفرق المصريه كلها بتبقى عندها حاله من الرعشه، حاله من الرعب. بص للتوانسه وبص للجزائريين، مع ان احنا مستحوذين على كل حاجه. اهلي وزمالك انا شايفهم اقوى فرق في افريقيا المفروض. أنا بس شايف. انا ما اعرفش اللعيب المصري بيكش ليه وبيخاف ليه، مش عارف. احنا بنشوف يا كابتن حسام الريال بيلعب بره ارضه بيكسب، الليفر بيلعب بره ارضه بيكسب، احنا بنروح مهزوزين. يا استاذ اشرف احنا عايزين 100 سنه عشان انا نوصل بحس للحاجة دي. ان احنا فرق لا احنا بعيد. ما بنفهمش حاجه عن الكوره واحنا لا، لا، بنلعب لا، بره. لا، احنا بعيد يا استاذ، احنا بعيد عن لازم الكلام ده. تتغير السياسه دي. نتكلم بقى على مباراه الاهلي اللي خسرها في ام درمان من الهلال السوداني، مباراه 1-0، خسر الاهلي 1-0 طبعا بهدف غلطه من محمد الشناوي. وبلوم على اللعيبه، بلوم على الكولر، بلوم صراحه على جمهور وشعب السودان. الهلال اللي هو السودان. اللي حصل مع النادي الاهلي حصل قبل كده، خلي بالك النادي الاهلي قبل كده حوطوه في الملعب ونزلت مدرعات ومشي في مدرعات. ليه بيحصل كده في السودان؟ وضع مش كويس. واضح ان هناك الجمهور مشحون يا استاذ اشرف من الاهلي. وايه خلي السبب؟ بالك- خلي بالك الاهلي بيتعمل له حساب في كل حته. اصل انا نادي الهلال مش منافس للنادي الاهلي في اي بطوله يعني. مش منافس، هي حركه يعني، معلش احنا شايفينها مش كويسه من الجمهور السوداني. وسب وهي وشتيمه. دوله شقيقه يا جماعه، الكلام ده ما ينفعش. الريتم بتاع الماتش ما كانش كويس، في جذب وشحن. انا مش عارف ايه الكلام ده، ايه الولعه اللي كانت موجوده ده. احنا نحمد ربنا ان كان الملعب ما فيهوش جمهور، امال لو في جمهور. والنادي الاهلي مش سبب في موضوع لا الجمهور. لا لا لا, لا مش سبب. السبب اداره الهلال. بس اقول لك على حاجه يا استاذ اشرف، لما نيجي بقى نتكلم، سيبك من كواليس الماتش وسيبك من الكلام ده كله، لما نيجي لا تلومن الا نفسك. الاهلي راح وهو في حاله تحس ان هو مجهد، محبط، مش متواجد في المباراه. انت فاهمني؟ ما قراش الهلال السوداني صح. احمل مستر كولر الهزيمه بتاعت نادي الاهلي، ما لعبش بالطريقه اللي بتلعب بيها. ليه؟ كولر عنده مشكله، وفي مشكله في النادي الاهلي اعتقد ان كل الجماهير شايفاها. يعني مستر كولر مش شايف ان ياسر ابراهيم قليل، مش شايف ان محمود متولي قليل، مش شايف ان بيرسي تاو قليل. مش عارف، هو الوحيد اللي شايف. طب الاداره فين؟ الجهاز الفني متواجد. فاكر لما كنا بنتكلم على برونو سافيو انه قليل؟ هو خد باله من الموضوع ده، هو مش واخد باله بقى من بيرسي تاو بالذات. خد بالك من بيرسي تاو واللعيبه اللي احنا شايفينها فعلا. انا يا جماعه شايف، انا قلت والله وقلنا من قبل كده في القناه بتاعتك، بيرسي تاو لا يصلح ان هو يرتدي فانلة النادي خلينا الأهلي. ان محمد شريف انت شايفه فرود النادي الاهلي قليل، احسن بس المتواجدين. هو احسن الموجودين. احسن المتواجدين. وكهربا فين؟ بالظبط. وحسين الشحات ما بتلعبوش في مكانه ليه؟ احمل كولر فعلا. احنا ليه بنفتي في الكوره؟ لا لا لا، وتلاحظ حسين الشحات مش في مركزه. خدت بالك في حاجه ما كانتش مظبوطه في النادي الاهلي لا لا لا. وبعدين حتى في المدافعين انا كاهلاوي شايف ان ياسر ابراهيم قليل. يا جماعه انا بناشد حاجه يا استاذ اشرف على اداره نادي الاهلي، تعيد الحسابات في ايمن اشرف. والله هيفيد سرد باكات نادي الاهلي، وهيلعب على عدلته. ايمن اشرف كمان هيفيد علي معلول في الحته الشمال، هيقوم بجبهتين على اداره نادي الاهلي ياخدوا بالهم من يا حته. كابتن حسام، ايمن اشرف الموسم اللي فات او قبل اللي فات، اخر الموسم اللي قبل اللي فات، كان بيلعب اساسي في النادي الاهلي، كان بيلعب منتخب مصر. في منتخب مصر، بيلعب باك شمال، بيلعب مساك، كان منتخب مصر بيلعبوا نص ملعب. كفايه عليه بقى، ما نذبحوش، يعني نديله نجم. فرصته بقى انا ويلعب. شايف غلطات الراجل يديله الفرصه كتيره، ويلعب. غلطات كتيره لياسر ابراهيم. مش مدافع النادي الاهلي بصراحه صح. مش مدافع النادي الاهلي اللي يترقص كده. مش اي لعيبه يا كابتن اشرف يلعب اهلي وزمالك. صعب جدا. انا قلنا الكلام ده يا جماعه. المدرب والناس اللي قاعده على الدكه بره مش شايفه الكلام ده ولا ايه؟ احنا بس اللي بنشوف. راجع غلطات ياسر ابراهيم كتير جدا. انت جربت متولي وجربت ياسر ابراهيم، ادي الفرصه لايمن اشرف. ورامي ربيعه انا شايفه مش وحش. ما انت بتنزله في انا عندي كلامي ان ايمن اشرف ورامي ربيعه خبرات. عامه يا كابتن اشرف، احنا رحنا الماتش، الاهلي راح الماتش وهو مش في وعيه، تغييرات فاشله.
تشكيل بدأ بيه غلط، طريقة اللعب بدأ بيها غلط. هنعذر الأهلي. وانا شايف ان الهلال السوداني مش هو الفريق الند القوي زي سان داونز اللي ممكن نقلق منه. هنعذر النادي الاهلي عامه، لان النادي الاهلي راجع من 4 مباريات قويه في كاس العالم للانديه، ولسه الموضوع لسه بدري عليه. خدها مني بالمنطلق، الاهلي هيفوق المباراه الجايه وهيكسب سان داونز وهيكمل في المجموعه، بس هيطلع تاني ووارد يطلع اول. حتى لو الزمالك صعد، لا اعتقد صعب الموضوع. عامه بالتوفيق للفرق المصريه كلها، نادي الاهلي، نادي الزمالك، فيوتشر، بيراميدز. لسه الاماني ممكنه لنادي الزمالك. تمنياتنا للجماهير المصريه كلها ان شاء الله بالمسانده ان شاء الله لجميع الفرق المصريه، ومش عايزين حد يوقع ما بين الفرق المصريه، عشان انا شفت المتحدث الرسمي للهلال السوداني بيقول احنا بنهدي الفوز لمصر لنادي الزمالك. خلاص انت مالك بينا؟ دي عاقبه احنا حرين مع نفسنا. دي عاقبه ونقفلها خلاص، دي عاقبه ونقفلها ان شاء الله باذن الله. الاهلي في الفتره اللي جايه هيفوق من الكبوه اللي هو فيها. طبعا في واضح ان في اجهاد على اللعيبه، وان شاء الله اداره نادي الاهلي احنا عارفين بنجاحها بقياده الاستاذ كابتن محمود الخطيب ان هو هيقف وقفه كويسه عشان يساندوا النادي الاهلي ويرجع تاني لمكاسبه وبطولاته ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بكده تكون حلقتنا خلصت النهارده. ما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.